بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأهلي أبناء سوريا المجد والتاريخ والحضارة، يا أحفاد بني أمية وصلاح الدين، يا أبناء يوسف العظم والكواكب، لقد ضربتم بثورتكم المباركة أروع أمثلة البطولة والفداء، فبوركت جهودكم وإن نصركم بإذن الله لقريب. إلى ضباط وصف ضباط ومجندي الجيش السوري، باسم دماء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، أطلب إليكم التوقف عن إراقة الدماء وتدمير الوطن. ويا نسور الجو، لقد أقسمنا اليمين أن ندافع عن شعبنا لا أن نقتله، وأن نحمي أرضنا وبلدنا لا أن ندمره. اتخذوا قراركم الصحيح وانحازوا إلى شعبكم ووطنكم. ويا نظام الطاغية في دمشق، لقد أغلت في الدماء كما حاولت إفساد كل شيء في سوريا الجميلة. ارحل ارحل، لقد دنت ساعة الحقيقة واقترب الخلاص. الحمد لله على سلامتك ابو قتيبه، وهي سلامك راح نوصله لهم ولكل الحضور اليوم. ان شاء الله ربنا يعافيك ويشدك بكف العافيه، ونشوفك بين انت راسنا باذن الله، بنشوف النصر مع بعض ان شاء الله. تحب تقول شيء للحضور اليوم؟ كان بودك تكون معنا. أملنا أنتم الشباب لا تيأسوا، بدنا ننتصر بإذن الله تعالى. بإذن الله. أملنا المستقبل بإذن الله. الله يبارك فيك. رائد فضاء سوريا، رائد فضاء العرب والأكراد والمسلمين والمسيحيين والعلويين والدروز والآشوريين وكلهم، أنا رائد فضاء الجميع. وأنا أحترم كل إنسان يحب وطنه، يحب بلده، يحب سوريا، يقاتل من أجل إسقاط هذا النظام الظالم، هذا النظام الفاسق. ما أعطى فرصة للناس لحتى تعبر عن مشاعرها بشكل سلمي. في البداية قالوا سلمية سلمية فضربهم بالنار. نحن بسوريا صارنا 42 سنة، إذا ما كان 50 سنة نتحمل مفاسده الممنهجة بالمفاسد الاجتماعية والأخلاقية وبالشرطة وبالقضاء وبالتعليم وفي الشارع وفي المدرسة، في كل مكان في منهجية للإفساد. يعني قمة مفاسد هذا النظام هو ضد العلم وضد العلماء. ولما بيطلع رائد فضاء لدولة، هذا مثل إنه هذه الدولة متطورة متحضرة. بس للأسف الشديد هذا النظام حارب كل هذه الاتجاهات العلمية في بلده. حاولت بناء معهد، إنشاء كلية علوم الفضاء والفلك، بناء مرصد فلكي، قبة فلكية. كل محاولاتي ذهبت أدراج الرياح. نحن أثبتنا للتاريخ أن الشعب السوري عم بيسطر ملحمة أسطورية. والله إنكم شعب بطل، سننتصر ولو اجتمعت كل مجرمي العالم علينا. بإذن الله تعالى سوف ننتصر.